حمار لا جلول لا حتى واحد. رانا جينا نحاربوا في السحول لقينا امر واحد اخر، لقينا كارثه، لقينا الطواف والعياذ بالله. بخلاف السحور اللي رانا لقينا الطواف والعياذ بالله، لقينا الطواف بالقبور، لقينا التبرك بالقبور، لقينا الدعاء عند القبور. هذا لا يجوز، لا يجوز. الاخ اللي راه داخل، الاستاذ اللي راه داخل هذا اللي راه شد الباب قال لي نحن نحارب الناس اللي راها تطوف. قال لي انا راه شد المفتاح. ايه صح، رانا نحاربوا في الناس اللي راها تطوف. هذه الناس اللي راها تطوف خافوا ربي، اتقوا الله، العقيده راها مضروبه عندكم، واذا لم تصح عقيدتك لا يصح دينك، واذا لم يصح دينك دخلت في الشرك والعياذ بالله. هذا امر لا يجوز، لا يجوز، والله حرام، والله لتسألن عنه يوم القيامة ولتحاسبون حسابا عسيرا. الذي يشرك بالله والذي يدعو مع الله إلها آخر والذي يدعو الأشخاص على أساس أنهم أرباب أو على أساس أنهم ضارين أو نافعين، والله لن ينجو، والله سيكون رفقة فرعون وقرى ثامود وغيرهم في أسفل السافلين في جهنم. خاوتكم هنايا مجموعة الأمير راها جات باه تنظف القبور، لقينا عباد الأوثان. نزيد نعطيكم مثال آخر بسيط جدا، كيف دخلت فكرة الأصنام إلى البشر. العباد كيف عبدوا الأصنام، الأصنام اللي طيحها الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تعبدت، كيف جات الأصنام. كاين هناك 5 أشخاص صالحين في زمن قديم، هما ود وسواع ويعوقة ونصر والخامس والله نسيت اسمه، يعني 4 أو 5 أشخاص. هذ الناس ال5 هذون كانوا ناس صالحين يعملون الخيرات كما السي علي بدنا يدينا، يديروا في الخير، يديروا في المعروف، يعاونوا في الزوالي، يعاونوا في الناس، يساعدوا في الفقراء، يصلوا متعبدين، ناس فيهم الخير. كي ماتوا هذ الناس ال5 هذون، ناس تشتيهم، حزنت على جالهم، كي حزنت على جالهم جاء ابليس عليه ما يستحق من الله، عليه ما يستحق من الله، عليه لعنة الله. جاء ابليس استصور للناس هذوك في ذاك الزمن الغابر، استصوروا لهم عبد. كي ولا لهم انسان واش قال لهم؟ قال لهم باه تتفكروا هذا الناس والناس هذول يحبوكم ما لازمش تنساوهم. قالوا له واش نديروا؟ يسخبوه شيخ، قالوا له واش نديروا؟ قال لهم ارسموا لهم صورا، ارسموا تصويره، راك متفكر تا يا ود وسواع كيف دايرين؟ قالوا نحطوا حجره، شد حجره وشكلها على اساس انها ود وسواع ويعوق ونصر. ومن بعد قالوا حطها وتولي وين تجي عقب سلم عليها السلام عليكم. نعطيكم مثال سهل، مثلا كيما تصويره تاع جدك ولا عمك حاطها في الصاله تتفكر في جدك بالرحمه. هما داروا لهم تصاوير اللي هي صخور وعلقوها في بلاصه في وسط المدينه في ذاك البلاصه، ولا وين يجي عاقب يسلم عليه السلام عليك يا ود، السلام عليك يا سواع. كانت الناس مش تعبت فيهم في ذاك الزمن، كانوا عارفينهم باللي ناس صالحين ماتوا، داروا لهم تصويره باه يتفكروا فيها. لكن ابنائهم وابناء ابنائهم تمكن منهم ابليس عليه لعنه الله. واعداء الله عندهم خطه طويله المدى. قال لك ابوي معليش هذول ما يعبدوهمش، بصح اللي جايين من بعد نوسوس لهم يعودوا يعبدوهم. كي ماتوا الشيوخ الكبار والناس الكبار اللي كانوا هما اللي رسموا ود وسواع وسرى ولاو ذريتهم، كي يوقف يطرح على نفسه سؤال يقول هذا علاه بوي داروا هنا. يجي الوسواس الخناس ابليس عليه من يستحق من الله، واش يقول له؟ يقول له اباؤك كانوا يعبدون هؤلاء، والدليل في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال محمد صلى الله عليه وسلم لكفار قريش لماذا تعبدون هؤلاء؟ لماذا تعبدون من لا ينفعكم ولا يضركم؟ واش قالوا له؟ قالوا له نحن لا نعبدها انما نتقرب بها الى الله زلفى. واش قالوا له بعدها؟ هذا ما وجدنا عليه اباؤنا. والدليل قبلت الشيخ هنايا قلت له واش راك دير؟ قال لي بوياتني جابوني هنا راني نجي. يعني الكلمه اللي قالها ابو لهب والكلمه اللي قالها أمية بن خلف عليهم لعنة الله والكلمة اللي قالها أبو جهل هي نفسها اللي قالها للشيخ اللي قبل في 2020. قلت له واش راك دير هنا؟ قال لي لقيت بويات يجيبوني هنايا. الرسول كي سقساهم قال لهم واش راكم ديروا هنا؟ قالوا له هذا ما ألفنا عليه آباؤنا، يعني بوياتنا هم اللي قالوا لنا ديروا ذي الحوايج. إبليس عليه لعنة الله هو السبب في هذه الحوايج. خاوتي اتقوا الله، خافوا ربي. الناس راها تسعد بينها بين ربي سبحانه. الله يجيب ما يسخطكم، الله لا يجمل لكم ذراع مع فخذ، الله لا يجمل لكم ذراع مع كراع في كبر، الله ان شاء الله لا يدير لكم لا ينحي لكم وساده من تحت راس. الله يا رب ان شاء الله يعذبكم في الدنيا والاخره. الله ان شاء الله يسلط عليكم كلاب الدنيا قبل كلاب الاخره. الله ان شاء الله يجيب لكم ان شاء الله الضر اللي راكم تضروا في عباد الله واللي راكم تضروا في الناس وتفرقوا بين المرء وزوجه وتفرقوا بين المراه والراجل وتخلوا في الديار وتقتلوا في الذراري.
الله يجيب ما يهلككم ان شاء الله، الله يجيب لكم الطاعون ان شاء الله. الناس اللي راها تزور في القبور اتقوا الله، راه لا نافع ولا ضار الا الله. الناس اللي راها تصبرك وتطوف اتقوا الله، راه لا نافع ولا ضار الا الله. لو كان جاو ينفعوك راه ما نفعوا ارواحهم. محمد عليه الصلاه والسلام ومات على 63 سنه، محمد عليه السلام عرف باللي الدنيا ما فيهاش. خافوا ربي، خافوا ربي. هذا اللي راه هنا راه ولي صالح متوفي، الله يرحمه ويوسع عليه، ربي يغفر له، ربي يتوب عليه ويتوب على امه المؤمنين قاعدين كي الكبر هذا كي الكبر الاخر. اتقوا الله، خافوا ربي سبحانه. ديرها في المسجد. رانا درناها، خافوا الله واتقوا الله، وقولوا للناس اللي راها تجي هنايا، الناس اللي راها يا الحاج اصبر دقيقه، الناس اللي راها تجي هنا وتطيب في الروينه وتطيح تقول لك نوكل في الصلاح، واش من صلاح؟ عرفونا من جهل الناس، عرفونا من الخرافات هذه، وتطيحوا في الحلوى وتطيحوا في الكابريز. شنو اسمه؟ مدها الحي اولى من الميت، ابقى من الميت. تروح تشد لي الخبز تحت فيه على القبوره، علاه ينوض الميت ياكل خبز ولا تروح تحلي لي قبره، واش يدير بالحنه راح العرس اتقوا الله، خافوا ربي. تروح تلوح لي في الروينه وتلوح لي في العدس وتلوح لي في المردود. خافوا ربي واتقوا الله، اتقوا يوما يا الحاجه صبريني نهضر، اتقوا الله يوم اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. وربي ان شاء الله يغفر لكم ويتوب عليكم ويتوب علينا معاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والسحور والعقاد رانا درك نحلوهم ونحرقوهم، ولا بقاء للظالمين، والحمد لله رب العالمين، ولا ضار ولا نافع الا الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.